عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع السفيرة سهى جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. أشارت وزيرة الهجرة إلى أن الوزارة بصدد إطلاق المرحلة الأولى من التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج قريبا من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج يضم كافة المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج من كل جهات الدولة. كما استعرضت وزيرة الهجرة الجهود لإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج التي يديرها رجال الأعمال المصريون بالخارج بأنفسهم دون تدخل من الدولة، وكذلك نتائج الاجتماعات التنسيقية للإسراع بإطلاق منصة إلكترونية تحت اسم بوابة العاملين المصريين بالخارج، والتي ستقوم بتجديد الإعارات الخارجية وتجديد الإجازات والترخيص بعمل الزوج المرافق والزوجة وتقديم الشكاوى وغيرها للمصريين بالخارج. كما استعرضت أيضا وزيرة الهجرة التطورات المتعلقة بتأسيس المبادرة الخاصة بالمركز المصري للهجرة ليضم مختلف الجهات المعنية بالتدريب وتأهيل العمالة داخل مصر والدول الساعية لاستيفاء احتياجاتها في أسواق العمل لديها من العمالة المصرية، بما يخلق فرصا بديلة لشبابنا. أشارت السفيرة سهى جندي كذلك إلى جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إنشاء صندوق الطوارئ للمصريين في الخارج.